سي كيميكي، عرفتي كتقتلوني بالضحك، بغيت شي نهار نفيق من النعاس ونلقاكم ما قايلينش شي فضيحه ولا دايرين شي فضيحه. قال لك اسيدي جمهوريه افغانستان، قال لك جاوبوا على الخطاب ديال جلاله الملك وحطوا شروط باش يحلوا الحدود كما بغى جلاله الملك وردوا العلاقات. والله يخلي جدبوها حدود، والله يخلي جدبوها علاقات مع سي كيميكي. اول شرط قال لك وقف الحملات العدائيه من المغرب وحملات التكالب والتآمر على جمهوريه سي كيميكي وتقديم اعتذار رسمي. الشرط الثاني قال لك اسيدي تعويض الجزائر ب 20 مليار دولار قابله للمراجعه، تقدر تكون 30 تقدر تكون 40. هي جالسه حنين تتبيبينا تفرقي في العاقه على البولي زبال وتعطيهم في الرشاوي وتتصوروا من عند المغرب وعشت نوري لك اش تسواق. لا، الشرط الثالث قال لك اسيدي خاصنا حنا في المغرب نديروا استفتاء مغربي شعبي باش نعرفوا مصير النظام الملكي والملكيه في المغرب. الشريف عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك وعاش النظام الملكي. كي سايره تخربق كبيبينا ولا مالك؟ واش عايشين قريحه بال في الياكوش وفسقات ورشقت لكم وقلتوا هاد الهضره؟ الشرط الرابع قال لك منع تجنيس الاسرائيليين بالجنسيه المغربيه. يا عيني يا عيني. لا، الشرط الخامس اللي واعر قال لك اسيدي الغاء الاتفاقيات الامنيه والعسكريه المغربيه الاسرائيليه وقطع العلاقات مع اسرائيل. ويلي با، اسمع هذا الشرط هذا اللي واعر قال لك الكف والتوقف عن سرقه التراث الجزائري السي كيميكي من طرف المغرب. على عندكم شي تراث بعدا؟ وهذا الشرط الاخراني اللي غادي نقول لكم هو اللي واعر كيهضروا عليه ديما مساء. حقا ما حقا، لا تسالوا لا تسولوا، تمكين الصحراويين من حق تقرير المصير. وعلى ذكر تقرير المصير واحد الجزائري حر قالها لكم وشهد شاهد من اهلها. غنخليك تسمعوا ونخليك انت كرغولي سي كيميكي تعرف اش واقع لك، حيت انت اصلا مستحمر وغادي تبقى دائما مستحمر. الجزائري ماشي ما عندوش باش يشري الكنادير، لا، النظام الجزائري عطى الملاير باش يدخل لبريكس. النظام الجزائري كيصب من فلوس الشعب الجزائري في جميع القضايا وكيعطي للجميع. النظام الجزائري وصل حتى انه يفكر في انه يركب على ظهور الريافه بزاف عليه. والله لن تصل الى ما تريد ما دمت تستعمل المكر والخداع وما دمت تستعمل قضايا التقسيم والتشتيت والانفصال بحجه انك مع تقرير المصير على اراضي افريقيا. 15 قضيه ديال تقرير المصير خداها النظام الجزائري، خسرهم كلهم وبفلوسكم. 15 قضيه ديال تقرير المصير نهجها النظام الجزائري، كلفت تهجيركم وكلفتنا حتى احنا، لاننا حتى احنا تأدينا من جراء هاد القضايا ديال تقرير المصير. اليوم ايها الاخوه والاخوات هي طريق وحده، طريق الوحده. الا كانوا سماو الطريق اللي تدي ما بين المغرب وما بين الجزائر طريق الوحده وبلعوها نهار اللي ما بقاتش الوحده عندها مفهوم عندهم، اليوم طريق الوحده هي هذه اللي كاينه في لابلاص دو لا ريبوبليك، وبعض المرات نشوفها في ميلان وبعض المرات نشوفها في مونريال وبعض المرات كنت. لا حول ولا قوه الا بالله. صاحبي سي كيميكي انا بغيتك عاد تفهم، ولكن لا بغيتيش تفهم. واه يا نرقاه يا نرقاه يا نرقاه، واه يا موينتي يا موينتي يا موينتي. ام حسن عادي على الزويره، تعالي نشوفوا بونيفرا سايرين ينوح ويبكي ويغوت ما عرفناش شكون مات يا وي وي. عامين وانا ما خلاو لي عرض، ما خلاو لي شرف، نرمد في المعركه هذه ودائما واقف في الصف الاول تاعها. نتلقى رسائل التهديد من المعايير الدنيا، وليت ربما اكثر شخصيه في العالم تعرضت لهذا التشويه على جال بلادي. يفهمونا خايفين منهم، شادين علينا حسيفه، ساحرينكم، ما يدخلوش، ماناش قابلينهم، ماناش قابلين مراكب الجزائر يخرجوا يبعدونا. وخلعتينا بوني في حساب منا شي واحد مات، انت كتبكي حيت المغاربه هجروه ليك. باقي ما شتي والو يا الصنيديله يا الشيبشيب يا الموسخ. خوتي المغاربه راهم باقي حابسين ليا اللايف، حابسين ليا الفيديوهات ما كيخليوش ننزلهم. دابا غنجرب هذا الفيديو غير باش ننزلو، الا نزل ليا خويا دعم خوك كريم بالمشاركه، ريبوبلي، بارطاجي، دير ليا جيم، ابوني عندي، ابوني ودير ليا تعليق، راه كيهمني وكيعجبني نشوف التعاليق ديالكم. ودائما شعارنا الخالد الله الوطن الملك، عاش الملك، عاش المغرب، عاشت الرايه المغربيه، وعاش المغاربه، ودمتم تاجا على رؤوس العالم، وكنموت عليكم.